شي صحيح الدين ما غاديش يسميو صحيح البخاري، غادي يخرج كتاب جديد سميتو صحيح الدين، غتكون فيه تقريبا ما بين 100 حتى 150 حديث. ماذا ستقولون؟ أن هذا باقي تكتبوا الله يرد بك، رجع إلى الله قبل أن تموت، أنت يعني قربتي تموت ولا الشيب في راسك. هي علامة التخلف الكبرى. فلان قال سمعت ويصدق. واش الأمريكي يصدقك؟ والله ما يصدقك الأمريكي، ما يصدقكش الأوروبي، ما يصدقكش الألماني، كذب عليه والله ما يصدقك. كتقول لي فلان راه شي، تقول لك وانا مالي، خصني نعرف انا واش قال. حنا غاديين فلان قال اش هذاك كيلقاو هذاك ولد الحرام هذاك شيطانك لعنه الله عليه ويبداو عليك. وهذيك الشيء علاش لا ارد ومخلي الناس يصدقوا. فأكبر كذاب هو المنافق الذي يتظاهر بالإيمان وهو يشارك الكفار في الحرب الكونية على الإسلام. The cosmic war against the Islam, against the verses of the Quran, against the Prophet of Islam. هذا هو المنافق الذي يتميز بشيم الكذبة، الذين يظهر الكذب في تقاسيم وجههم، في تعابير وجههم. هؤلاء هم الكذبة. وماذا تريد أن توصل لنا من خلال قولك بأن الأمريكي لا يكذب؟ ما الغاية من ذلك؟ أتريد أن تقول بأن الكفار خير من المسلمين؟ فصغير المسلمين عند الله كبير، والله سبحانه وتعالى يكذب هؤلاء حتى عند يوم لقائه عندما يقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يتحدث الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمريكي، عن هذا الألماني، عن هذا الفرنسي، يقول أنهم كانوا في الدنيا كذبة وقد بدا لهم يعني ما كانوا يخفون في الدنيا من حقيقة، بدا لهم عندما عرضوا على النار واعترفوا بذنوبهم وكذبهم وطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يردهم ويعيدهم إلى الدنيا. فقال الله سبحانه وتعالى أنه إذا ردهم إلى الدنيا فإنهم سيستمروا في الكذب عليه والبهتان على آياته واتهام رسوله ورسله وأنبيائه. فهذه هي صفة المنافقين وصفة الكذبة الذين يشنون الحرب الكونية على الإسلام ويتظاهرون بالإيمان. اللي كيدرسوا الشريعة الله يرضي عليكم ما تضيعوش الوقت، راه هذا الكلام ما ينفعكمش لأن التغيير آتي. دابا إلا خرج شي صحيح الدين ما غاديش يسميو صحيح البخاري، غادي يخرج كتاب جديد سميتو صحيح الدين، غتكون فيه تقريبا ما بين 100 حتى 150 حديث. ماذا ستقولون؟ ماذا ستقولون؟ أنتم لا تدرسون إلا الحديث، ماذا ستقولون؟ ديك الساعة تقول كل شيء غادي يريبوا، كل شيء داك التراث كله غادي يريب، غادي نرجعوا لهذا. اللي قادر يدير الشرع من هذا مرحبا به، نبوس يعني نقبل رجليه. اللي باغي نجيب لنا الشرع ديال التراث ما بيننا ما بينه نحن بريئين منه. إذن من أين ستأتي بالمئة حديث أو 150 حديث وأنت لا تؤمن بالمراجع المعتمدة عند المسلمين من كتب الحديث، لا تؤمن بالبخاري؟ إذن من أين ستأتي بهذه الأحاديث؟ هذا أولا. وثانيا تريد أن تأتي بتشريع جديد، بدين جديد، بكتاب جديد، ونحن في نهاية العالم، نحن في قيام الساعة. الله سبحانه وتعالى قد رفع العلم بقبض أرواح العلماء ولم يبقى إلا الرويبضة والجهلاء وهم من علامات الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني جميع العلامات الصغرى ظهرت، يقول والله لن تقوم الساعة حتى يكلم الرجل نعله، أي ما ينتعل في قدمه وهو الحذاء. والآن هناك أحذية ذكية تتحدث مع منتعليها تخبرهم بالعديد من الأشياء. فهذه من علامات الساعة، وهذا حديث موجود في البخاري ويصدق الحديث ويقول بأن البخاري معه الحق في جمع الحديث وجمع حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه معجزة، هذه حقيقة تؤكد صدق المحدثين وصدق البخاري. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لن تقوم الساعة حتى يكلم الرجل فخذه ويحدثه بما يفعله أهله من ورائه، أي يخبره بالصوت والصورة ما يفعله أهله أثناء غيابه.
النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الهاتف بالفخذ، لأن الهاتف دائما يكون في الجيب، جيب السروال المطابق والملازم للفخذ، ولم يسميه باسمه كي يستمر الاختبار، ولكن عندما ستشرق الشمس من مغربها هناك سيتوقف الاختبار، ولن تنفع نفس إيمانها آنذاك إن لم تكن آمنت من قبل أن ترى هذه الحقيقة، ولكنك ستستمر في كذبك وفي رويبضتك حتى تلقى الله على هذا الحال. الدنيا هي هكذا، فيها دائما مسائل. إذا كان الصحابة تعاركوا مع بعضهم، ماذا نقول نحن؟ هي الدنيا هكذا، يجب أن لا يقلق الشخص وأن لا يحزن. هي الدنيا خلق الله للمنكر وللظلم وللجور وللضغط وللقهر وللجوع وللقمل والبراغيث والعقرب والأفعى والسم والكذب هي الدنيا خلق الله وسخة، هي هكذا. الله خلق الدنيا نظيفة طاهرة، ولكن نحل الكفر على مختلف أشكالهم هم من وسخوا هذه الدنيا، هم من لوثوا هذه الدنيا. أوليس الغلاة والخوارج هم من تسببوا في قتال الصحابة فيما بينهم؟ ماذا تفعل أنت الآن غير استخلاف إبليس في الأرض؟ ماذا تفعل غير نشر الفساد ونشر الشيطنة في صورة ظلامية قاتمة أجهل من جهل أبو جهل؟ فلا توجد هناك مخلوقات أو ميكروبات أو عفونات لوثت الأرض، وسخت الأرض، عفنت الأرض بقدر ما عفنتموها ولوثتموها. أيضا هذا المارق يخبركم بأن لا تدعو معه بالهداية. لنستمع لهذا المقطع ثم لنعود لنعلق عليه. ليس لأنهم كفروا الدكتور فايد ولأنهم جرموا الدكتور فايد شيطانوا الدكتور فايد، لأن هذا باقي انت تكتبوا الله يرد بك، رجع إلى الله قبل أن تموت. أنت يعني قربتي تموت ولا الشيء في راسك قربتي تموت، رجع إلى الله. ورا أنتم اللي رجعوا إلى الله، راه أنتم اللي ضالين مضلين، راه أنتم اللي خرجتوا على الدين، راه أنتم اللي غيرتوا الدين. إذن المارق لا يقبل نصيحة، لا يقبل الدعاء، لا يقبل أي شيء يتعلق بالإسلام، لذلك اتركوه يكذب على الإسلام ويأتي بهذا البهتان الكبير على الإسلام. لا تدعو معه، بل ادعوا عليه، بل ادعوا أن يلاقي الله سبحانه وتعالى بهذه الحالة وعلى هذه الحالة، لأنه عنيد ولأنه متكبر ولأنه لا يريد السماع لأي أحد، ولذلك لا تدعوا معه أبدا ولكن ادعوا عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى عدة أنواع وهو متعدد الأوجه، فهناك جهل بسيط وكامل ومركب، الفايد زاد المكعب هو. إذن بالعام المغرب له جهل خطير جدا يكرسه لنشر التخلف يعني على نطاق واسع.